مصر بتكتب فصل جديد من حضارتها. المتحف المصري الكبير، الحلم اللي استناه العالم كله، بيفتح أبوابه في لحظة هتدخل التاريخ. التحضيرات استمرت سنين طويلة بتخطيط دقيق وتنفيذ عالمي شارك فيه آلاف المهندسين والخبراء من مصر ومن دول مختلفة. وكل تفصيلة في المتحف معمولة بعظمة تناسب تاريخ 7000 سنة حضارة. أول ما تدخل المتحف بيستقبلك تمثال رمسيس الثاني اللي اتنقل بعناية من ميدان رمسيس في رحلة أسطورية استغرقت ساعات. والممشى العظيم اللي بيربط المتحف بالأهرامات معمول كأنه بوابة على الماضي والمستقبل في نفس الوقت. ومع اقتراب لحظة الافتتاح أبهرت مصر العالم بعرض مبهر لطائرات الدرون رسمت في السماء رموز الحضارة المصرية القديمة. وجابت صور الأهرامات ووجوه الملوك العظام في عرض ضوئي خيالي أضاء سماء الجيزة، وجعلوا الحاضرين يعيشوا تجربة لا تنسى. أما عن الحضور، فكان الحدث العالمي الكبير ده ملتقى لعظماء وقادة العالم، رؤساء دول وشخصيات بارزة من مجالات الثقافة والفن والسياسة، جم يشهدوا أعظم افتتاح في تاريخ مصر الحديثة. مصر وجهت للعالم رسالة واضحة: إن الحضارة اللي بدأت على أرضها ما زالت قادرة تبهر البشرية من جديد. المتحف المصري الكبير مش بس بيت التاريخ، لكنه بوابة لمستقبل السياحة والثقافة في مصر، ومصدر فخر لكل مصري. هنا بتتجمع أعظم كنوز الفراعنة، وهنا بيتجدد الإحساس بعظمة أجدادنا اللي بنوا أول حضارة عرفها الإنسان. المتحف المصري الكبير هو عظمة تروى، وحضارة لا تموت، وهدية مصر للعالم من جديد. مصر بتكتب فصل جديد من حضارتها. المتحف المصري الكبير، الحلم اللي استناه العالم كله، بيفتح أبوابه في لحظة هتدخل التاريخ. التحضيرات استمرت سنين طويلة بتخطيط دقيق وتنفيذ عالمي شارك فيه آلاف المهندسين والخبراء من مصر ومن دول مختلفة. وكل تفصيلة في المتحف معمولة بعظمة تناسب تاريخ 7000 سنة حضارة. أول ما تدخل المتحف بيستقبلك تمثال رمسيس الثاني اللي اتنقل بعناية من ميدان رمسيس في رحلة أسطورية استغرقت ساعات. والممشى العظيم اللي بيربط المتحف بالأهرامات معمول كأنه بوابة على الماضي والمستقبل في نفس الوقت. ومع اقتراب لحظة الافتتاح أبهرت مصر العالم بعرض مبهر لطائرات الدرون رسمت في السماء رموز الحضارة المصرية القديمة. وجابت صور الأهرامات ووجوه الملوك العظام في عرض ضوئي خيالي أضاء سماء الجيزة، وجعلوا الحاضرين يعيشوا تجربة لا تنسى. أما عن الحضور، فكان الحدث العالمي الكبير ده ملتقى لعظماء وقادة العالم، رؤساء دول وشخصيات بارزة من مجالات الثقافة والفن والسياسة، جم يشهدوا أعظم افتتاح في تاريخ مصر الحديثة. مصر وجهت للعالم رسالة واضحة: إن الحضارة اللي بدأت على أرضها ما زالت قادرة تبهر البشرية من جديد.